مش كانوا اتجوزوا بالمرة؟ دول كبار قوي على عملية الخطوبة دي. بيقول إنه وراه شغل كتير، عايز لما يتجوزها ياخدها ويسافر على طول شهر عسل برا مصر. شهر عسل يا أمين، مش يوم ونص عسل والباقي. ياه، ده انت قلبك اسود قوي. اسمعني يا يوسف، في بعض الأحيان لما بنحب حد قوي بنبقى أنانيين لدرجة إن ما بنفرحش بسعادته، بنزعل. لما نحب بجد لازم الواحد يتمنى للي بيحبه السعادة وجايز أكتر من نفسه، وده إحساس أبوك ناحيتك. عشان كده اوعى تخسره يا يوسف. ده بيطلع في الجرنان اكتر من المحافظ. ايوه، ما هو المحافظ كده، ويا عيني لو بقى عضو مجلس الشعب. على بصيتي لو ده حصل. علوا الصوت، علوا الصوت، واللي هيهتف مش هيموت. علوا الصوت، علوا الصوت، واللي هيهتف مش هيموت. يا بلدنا صح النوم، الارهاب عمره ما هيدوم. يا بلدنا صح النوم، الارهاب عمره ما هيدوم. شيلوا سلاح يا مصريين، شيلوا سلاح يا مصريين. العملاء والراجعين، العملاء والراجعين. هم حرقوا دار الاوبرا، هم حرقوا دار الاوبرا. هم ضربوا عمال شبرا، هم ضربوا عمال شبرا. يا شباب سور سور على التهمة والسجن الزور. يا شباب سور سور على التهمة والسجن الزور. يا جماعة الخروج بره هيعمل فوضى. مش هتكون أكتر من الفوضى اللي احنا عايشين فيها. كفايه يا احمد تهيج الطلب اكتر من كده. اسمعوا يا جماعة، انتوا هتعملوا وفد منكم وتقدموا بيان بطلباتكم. طلباتنا هي طلبات الناس اللي بره. هنحارب امتى؟ احنا اخواتكم، احنا اولادكم، واللي بنعمله ده علشانكم. 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 يا فندم دول شويه عيال شيوعيين مندسين وسط الطلبه، كان لازم نقبض عليهم من الاول ونمنع البلد قبل وقوعهم. أشرف، أنا ما بحبش التعميم وخلط الأوراق. الأولاد دول ممكن يكون ابن ولد منهم، ممكن يكون أخوك، ممكن تكون بنت أختك. الأولاد دول صغيرين ومليانين حماس وطنية زينا بالظبط. الفرق إنهم مش في موقع المسؤولية. يعني يا فندم نسيبهم لما يلاقوا البلد فوضى؟ لا طبعا، ومين هيسمح بكده؟ أنا عايزكم تحاصروهم داخل الجامعة، تزودوا عدد الحراسة بكميات إضافية، سيبوهم يكلموا زي ما هم عايزين، يهتفوا، يزعقوا، دي طاقة ولازم تطلع. المهم ما يخرجوش بره للشارع. مفهوم يا أشرف؟ مفهوم يا فندم. وبرضه يا ريت تتحاشوا الاصطدام معاهم. أنا مش عايز خسائر لا في المنشآت ولا في الأولاد نفسهم. أظن ده واضح. واضح. اتفضلوا. المناخ الاقتصادي كله هيتغير، كل الشواهد بتقول كده. والحرب اللي داخلينها دي انا متهيألي مش باين لها حرب. لا انا مش معاك، لان الحرب
هتغير الوضع السياسي وبعده الوضع الاقتصادي، وده اللي محتاجاه البلد. الرئيس قال في اخر خطاب الحرب حياة او موت. وايه حكايه مجلس الشعب دي؟ انت طول عمرك بتكره السياسه. ضرورة فرضتها الظروف. طالما ان شطارتك في السوق لوحدها مش كفاية، يبقى لازم تغطيها وتحميها بسلطة وعلاقات. احنا هنركز شغلنا هنا يا جماعة وهنتوسع فيه، ولازم نعوض الفترة اللي غبنا فيها. انا عايز لستة باسماء الموظفين المهمين في اسكندرية، من اول المحافظ لغاية رؤساء المجالس المحلية، ويا ريت معلومات كمان. اشتغل صح بقى. ميرسي مدام. تحت امرك يا هاني. أموري نقي لي احسن واحد يقص ويعمل لي شعري، واحسن بنت تعمل لي ضوافري. تحت امرك. دودو احسن واحد هنا، وهو اللي بيعمل شعر مدام كليو بنفسه. بونسوار مدام. بونسوار. اتفضلي اغسلي. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ كنت في الجامعه. في الجامعة ولا في المظاهرات؟ ومالها المظاهرات يا ماما؟ ما تنسيش ان امك ايطالية. انا اول مره اسمعك بتقولي الكلام ده. انا خايفة عليك يا ياسمين. ما كل اهلي خايفين على اولادهم، ده معناه ان احنا نشوف الغلط ونسكت؟ انا حاجة ماما، انت اللي علمتيني ابقى شجاعه، انت اللي علمتيني اقول الحق حتى لو على رقبتي، حتى لو هموت. وانا كنت بحبك لانك امي، فانا بحبك اكتر لانك انسانه عظيمه وشجاعه. كبرت يا ياسمين. ميرسي مدام. ميرسي. ميرسي. لا خلي الباقي علشان. ميرسي يا هاني. ممكن استخدم التليفون؟ يا خبر يا هاني. تحت امرك. الو. ايوه يا زيزي، بكلمك من عند مدام كليو، بتقولك الميعاد الساعه 8 في شارع محمود النقراشي في رشدي. ها باي. ميرسي يا عزيزه. خلينا نشوفك ان شاء الله، انا بقيت زبونه. مع السلامه. باي باي. مع السلامه مدام. باي باي. يا بلدنا صح النوم، الارهاب عمره ما يدوم. يا بلدنا صح النوم، الارهاب عمره. ايوه حاضر. مين؟ احمد يا ليلى، اسم الله عليك يا حبيبي، اسم الله عليك. احمد يا ابني انا فوضت امري فيك لله. انا عارف اني تعبك معايا يا بابا، بس عارف كمان ان ربنا راضي على اللي بعمله. اخبار الزعيم بتاعنا ايه؟ اهلا اهلا محمود بيه. ازيك يا امين؟ زي ما انت شايف. ازيك يا بطل؟ الحمد لله خير. سيبكم مع بعض شويه، عن اذنك يا محمود بيه. يالا ايه الحكايه يالا؟ السنه اللي فاتت اتحرمت من الامتحان، ناوي على ايه بقى السنه دي ان شاء الله؟ ايه عليا؟ ان شاء الله هيقوم بالسلام. مالك خايفه عليه كده ليه؟ كل العيال بتتعور يا حبيبتي. المره دي جت سليمه، محدش عارف المره الجايه هيحصل ايه. يعني انا ما اقدرش اقول لك ان انا كنت بطل وما اعرفش ايه لا يعني، بس انا برضو طلعت مظاهرات ضد الانجليز وهتفت ضدهم.